الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الصباح الجميل نتذكر قوله سبحانه وتعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهجران القرآن على أنواع، والقرآن تعرفون عظمته درجته وعظمته عند الله سبحانه وتعالى. يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: رتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا. فالإنسان يرتقي في مصاف الجنة ودرجات الجنة كلما قرأ كثيرا وحفظ كثيرا. لكن هذه الآية شكاية من النبي عليه الصلاة والسلام عن أمته يوم القيامة، إنهم جعلوا هذا القرآن مهجور. وابن القيم عليه رحمة الله ذكر هجران القرآن بأنواع، منها واحد هجران التلاوة. ما يقرأ الإنسان القرآن ولا يتلو آياته لا بالليل ولا بالنهار، فينبغي أن نربي أنفسنا هذا القرآن أن نتلوه مع الأجر العظيم، فإنه ليس هنالك كلام أفضل من كلام الله ولا أعظم أجرا من كلام الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة، والذي يتتعتع وهو عليه شاق له أجران. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بعشر حسنات كما تعلمون. النوع الثاني هجران التدبر، وهو أن لا يعقل القرآن ولا يتفكر في معانيه ولا يتدبر، حتى إذا قرأه رجزا وهزا فقط. فنعرف معنى الكلمات اللي بنقراها، نستشعر معاني هذه الآيات، نتفكر في كلام الله سبحانه، ولو القليل من السور القصار التي نقرأها في الصلوات الخمس، كجزء عامة ماذا يعني، والعاديات ضبحا معنى، والعصر، والليل إذا يغشى، لا أقسم بهذا البلد، وغيرها من سور جزء عامة نعرف معناها. التفسير، الناس يبحثوا على التفسير، يقرأوا أو يسمعوا تفاسير هذه السور، لأنه إذا عرف العبد معنى هذه الكلمات حصل له الخشوع وزيادة الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الأمر الثالث من أنواع الهجران هجران العمل، يقرأ القرآن ويعرف معناه لكن ما يعمل به. إذا دعوا إلى أحكام شرع الله سبحانه وتعالى لا يعمل بها، وهو القرآن يدعو إلى الصدق وهو يكذب، يدعو إلى الحجاب وهي متبرجة، يدعو إلى الخير وهو يقع في الشر. الأمر الرابع هجران التشافي، أن يستشفي بهذا القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وهو كذلك شفاء لما في الصدور. القلوب تمرض، العجب مرض، والشرك مرض، والرياء مرض، والسمعة مرض، فأمراض القلوب كثيرة، فشفاؤها بهذا القرآن العظيم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. الأمر الأخير هجران التحاكم، أن لا يتحاكم إلى كتاب الله ولا إلى سنة. عندما تقع الخصومات والاختلافات، لما يقال له قال الله قال رسوله لا يرضى ولا يزعل، إنما يستكبر ويصد عن ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول حكاية عن المنافقين: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فينبغي أن نتحاكم إلى القرآن، نتحاكم إلى ما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.